الست دي خانت جوزها مع صاحبه وقتلته. المجرم الثالث معانا سفاح الجيزه. اوبا يا اسطى ده ميدان الجيزه ده. ايه اللي سفاحه ده؟ ايه رايكم في الجو؟ فكركم الحلقه عن ايه؟ انا مش عارف، بس هي في حاسس في سسبنس. في خطف، في جريمه، في ايه؟ ايه ده؟ احنا مخطوفين ولا ايه؟ هنحل قضيه؟ تفتكر تقدر تعرف المجرم من شكله؟ عنده دقن خفيفه كده قصدها شبهك يعني. ايه اللي يخلي الواحد يبقى سيريال كده؟ فلوس. تعتمد يعني. يعني اديني فلوس شوف انت عايز تعمل ايه عادي. ممكن تبقى موهبه مثلا، فضول عادي، نجرب. سؤال مهم بقى، مين من صحابكم ينفع يبقى سيريال كده؟ ولا ينفع؟ ابويا يوم الجمعه لو ما قمناش كلنا بدري معاه بيجيبك من رجليك، فاهم؟ شفتوا تريلر مسلسل سفاح الجيزه؟ سفاح الجيزه ايه يا ابني سفاح الجيزه؟ مش عارف، بتاع احمد فهمي لسه هينزل المفروض. لسه هينزل. بمناسبه المسلسل ده جات لنا الفكره بتاعت الحلقه. اوبا تلا ولا هيتجرب علينا. هوريكوا صور ناس منهم 2 عاديين، واحد فيهم سيريال كده، وتحاولوا تطلعوا منهم مين هو السيريال كده. هطلعه لك من وسط 1000. هي نظره واحده. عندك خبره؟ 10 ثواني. اعرفه كده، اللي هو خد تعالى انت سيريال كيلر تعالى. طب انا عايز اسال سؤال، دي هنسمع بيها ايه؟ صوت القتيل. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. اول سفاح هو سعد اسكندر او سفاح كرموز. حرامي يلا الحرامي. يا عم دي مجاميع افلام زمان. الراجل ده قرر يسافر اسكندريه عشان يستلف فلوس من قرايبه، لكن بعد كده قرر يستقر هناك، اشترى مخزن يعمل فيه الجرايم بتاعته. ايه جرايمه بقى؟ قتل واحد وخد منه فلوسه ودفنه في المخزن، وبعد كده قتل واحده عندها 90 سنه. كمان ده فتش ده. فتش 90 سنه. كان في شرم الشيخ كان عايز يتجوزها. بتهزر على المجرمين؟ ايه؟ لا بهزر مع المجرمين. في جارته شافته حاول يقتلها هي كمان، لكن فاتت منه بلغت عنه. مين في دول سفاح كرموز؟ مين دول قتل واحده عندها 90 سنه؟ لو هنمشي بالمنطلق بتاعك فهو بي، ليه بقى؟ عشان ده ما يجيش ان هو سيريال كيلر. بي عينيه سايكوباتيه. بص عامل كده. ده شكله هبل، بي فممكن دماغه الطق يقتل. ولا في النص ده شبهي، ده اللي انا واخد بالي منه يعني. ابو طربوش ده اصلا ممثل كوميدي وعبيط يعني ده. بص بقى، انا خد نظرتي في الحياه. بي ده برضو هو ده اللي يبقى العبيط ده، تيجي منك انت يقول لهم تعمل كده بالطربوش. شايف ان سي ده باين عليه راجل محترم يعني. فهو ممكن يكون عامل كفر لنفسه، انا كده، بيه وبتاع مش عارف ايه، هو الوحيد اللي شكله بيه فيهم. سي ده تحسه كان متشيك، هو راجل كده فيؤتمن على ان هو يعني الراجل رايح يستلف ده بيخش بقلب، الناس هتثق فيه. بالظبط. لابس بدله. وانت قلت من اسكندريه. شكله اسكندراني. من اسكندريه جدا. يعني ما يتشكش فيه، انت بتقول قتل كتير. انا شايف ان ايه ده فعلا واحد جاي كان عايز جاي يستلف فلوس. انت بتاخد بالك من ايديهم. بص ده هو عامل كده، هو انا باجي اهرش الصراحه بهرش كده، ليه ههرش كده؟ عايز اجابات؟ هنقول ماشي، 1 2 3. سي. بي عشان هو اسكندراني وده لبس اسكندرانيه والشنب ده شنب اسكندراني. سي خبيث. خبيثه. انا بقول ايه؟ بي. بي. لا انا شايف سي بصراحه، عيل سايكوباتي كده. انا شايف ان ايه ده هو ده سفاح كرموز. سي. اوكي، وانتوا الاثنين غلط. سفاح كرموز هو ايه؟ هو ايه فعلا؟ ما تهزرش، ده قاتل. ما يبانش عليه. ده شكله بجد اللي هو بيصحى من النوم يروح يطفي له شويه نعناع يحطه في الشاي ويقعد مع عيلته على الطبليه. ده راجل طيب جدا والله، على فكره ظلم. خش على بعضه. الفشل ده. المتهم الثاني التوربيني. لا هو مبدئيا كلهم سفاحين. هو بس التربيه ده اضحك براحتي. اوبا. كلهم يا اسطى. خليني اقول لكم حاجات عنه. الراجل ده كان شغال في كافيتيريا في السكه الحديد، وهو صغير كان في واحد اسمه التوربيني استولى على فلوسه كلها وهتك عرضه، حدفه من فوق الارض. ليه من فوق الارض؟ هاتك عرضه، خلاص نقف هنا. وخد منه فلوسه وعمل له عاهه مسلمه. من بعدها خد اسمه، قرر ينتقم من المجتمع كله. يا ستار يا رب. التوربيني قتل هو وعصابته 32 شخص. طب بقول لك ايه، على فكره ده انا تعاطفت معاه. يا ترى مين من دول هو التوربيني الحقيقي؟ انا شاكه في واحد عامه، هم كلهم وشهم مش مريح. انا حاسه الواد اللي في النص ده. بذمتك اللي في النص ده يقتل اصلا حد؟ والله يقتل، ده خلبوس موت. صغير قوي على ان هو يبقى سيريال كيلر. بص اول واحد ده لا خالص. انت حاطه عشان تخدعنا. بصراحه الراجل ده طيب جدا، ما يطلعش منه والله العظيم. الراجل ده غلبان جدا، وشه ابيض سمح، وباين عليه ان هو بيصلي والنور
نور ربنا يعني بجد باين عليه. مفيش واحد من 3 عندهم عالم مستديم بس يا العالم- استنى بس ما هو لو جاب لك العالم المستديمه هتبقى خلصت. تاني واحد ده بقى بصي ده عنده مشاكل من هو صغير. بي ده باين عليه كل ده- حاجه، ده- مدمن، قتل قتله، حرامي. عارف ان هو لسه عايش وبره وممكن يجي. احنا بس نكات cute. بقى الحته دي. لتر سي الصوره دي مش قديمه، الصوره دي جديده لو كانت جديده كنا نسمع عنها. بالظبط. شفت الذكاء؟ يبقى نمبر بي. ايه سفاح. بي شكله متدمر قوي. ايه التوربيني؟ الواد اللي في النص. ممكن سي. سي. بي يا اسطى. انا بالنسبه لي ايه؟ هو الراجل في النص ده مناخيره مش مريحاني يعني. بي. والاجابه الصح هي بي. انت شكله غلبان قوي. واحد دول. غير مني ولا اصل انا خالي مستشار فانا فاهم. ازاي يعني؟ ما ايه مطول دقنه هو اللي باين. بيطول دقنه بيبقى سيريال كيلر. ايوه. يلا نخش على اللي بعديها. يلا. السفاح اللي جاي يلا بينا. بحبه على المستوى الشخصي جدا. بتخوف غلط. المجرم الثالث معانا سفاح الجيزه. يا اسطى ده ميدان الجيزه ده. ايه اللي سفاحه بقى؟ حكي على ايه؟ حكوا على ايه؟ دول معمولين فوتوشوب يا ابني، اللي على اليمين خالص سي. ده والله بالسي ده العظيم فيروس سي. هو ده اللي عامله احمد فهمي؟ ايوه اديني. سفاح الجيزه او القذافي كان شغال في العقارات، سمسار، عمل لوكش فلوس حلوه واقنع واحد من صحابه يستثمرها له في العقارات، وبعد كده نصب على صاحبه وقتله ودفنه في الشقه واكله كشري جواه سم وانتحل شخصيته واتجوز باسم صاحبه ده وقتل اخت زوجته عشان كان بيخونها معاه. يا واطي. وبعد كده انتحل اكتر من شخصيه واتجوز 7 مرات باسم صديقه رضا وليه 3 جرائم قتل. عمل حاجات كتير قوي، ده مرض. يا ترى مين هو سفاح الجيزه؟ تيجي نختار انا وانت اختيار واحد. لا انا ما يفرقش معايا مين سفاح الجيزه دول، يفرق معايا مين من الاشكال دي اتجوز 7 مرات. ازاي يعني؟ سي عشان خاطر انت قلت اتجوز 7 مرات. يتجوزوا سي. هو غني ما اتجوزش عشان وسيم. انا بقول سي ده عشان ده سفاح متعود على ان هو متخفي دايما، فطبعا ما كانش بيسيب اي دليل وراه، ولا ما حتى سابش صورة. صور لنفسه ما يتصورش، فاضطروا يحطوا الصوره دي. سي ده شكله صوره تقريبيه للشكل الحقيقي. معنى ان هو بيبيع في العقارات مستحيل يبقى الواد ايه ده؟ ايه ده كان بينزل مسارح وسط بلد شبيه اسماعيل ياسين. ايه ده يجرني من كتر الضحك. ايه ده مدرس عربي، راجل متجوز كده. مش طيب خالص. ده سفاح برضه. يعني ضحكته مقلقاني، تحسه كده شرير من جوه. بس ايه ده ما بيداري. يتجوزش 7 مرات؟ ولا واحد فيهم متجوز 7 مرات. هقول لك حاجه بكل امانه، احنا قلنا لبعض ايه ده شكله غلبان وغالبا هيطلع هو. بس انا كبنت هتجاهل الريد فلاج وهقول لك سي برضه عشان ما بتعلمش. مش عارفه اقول ايه بصراحه. يعني ينفع يبقوا كلهم؟ هو بي اصلا يعني ما اصل لو ما كانش ده سفاح اصلا مين هيبقى شكله سفاح يعني؟ بي ده استبعده؟ بي ده وايه استبعده؟ لا انا هاخد ايه؟ سي. هقول ايه موقف ودانه. اقول سي. انا هختار سي. انا ممكن اروح لبي. بي. لاجل الاختلاف بس هقول ايه؟ فانا اختار سي، شكله من نظرته خبيث. سي. وانتي؟ هسمع كلام قلبي وايه. الاجابه الصح هي ايه؟ الراجل الطيب الغلبان ده هو السفاح. ايه ده؟ غلبان. انت قلت لاجل الاختلاف ما تعمليش فيها بتاع. لا قلت لك ده سهن موت. غيري مني ولا سهل جدا. يا فشلي. احنا بوظنا خلاص. اهو قذاف، باين جدا انه قذاف. احنا عرفنا خلاص النظريه بتاعتهم، بيحطوا لنا ناس شكلها طيب فبتطلع هي. صح. تحبوا نعرف حاجه عن قصته اكتر؟ عارفه انه دفن حد في بيت اجره ونقله في الثلاجه بعد ما قطع جثته ودفنه تحت البلاط وجاب عماله وعمل بيت وبتاع. صح. ده قذر. طب ما تيجي نشوف التريلر بتاع مسلسل السفاح وتقولوا لنا رايكم فيه. يلا بينا. يلا بينا. تريلر سفاح الجيزه. اتخضيت اصلا. دي مزيكة الويلي على فكرة عظيم. هو مسلسل رعب ولا ايه؟ وانا بحب الحاجات الحقيقيه عامه. طبعا حدث حقيقيه ازاي يعني؟ جاي يعيب في ابني انا اللي الحته كلها بتحلف بيه. انا اصلا بخاف من الممثلة دي اصلا. طيبه خالص. كلها بتحلف بيه. شبهه جدا. بصي بيبص ازاي. انا هروح البيت اتفرج على البتاع. عينيه جحده. بص الضحكه دي شهور. احمد فهمي تحس ملامحه متغيرة. سفاح الجيزة كان حالق شنبه ده. مش عارف، هو لا خبيث ولا مجرم، وشه ما يليقش عليه الاجرام، مش يليق عليه الاجرام. انا هعمل لك اللي انت عايزاه.
حصل؟ حلوه قوي المزيكا دي. بقول لك ضربتني على وشي بالقلم. امه بتسخن. امه سخنته عليها. سخنته. بقول لك ضربتني على وشي بالقلم. امه عارفه. انت على نياتك يا واد. كلنا على نياتنا. ده بيشوي لحمهم. يعني الواد ده بيقتل وهو مش عارف ان هو بيقتل اصلا. يعني الواد ده بيقتل كاجولي بيتمشى في الحاره وهو مش عارف ان هو بيقتل. انا جيت لقيت صيحه بدمها يا جاف. ايه ده ايه ده؟ بص امه بقى جت تعاتبه. انا مش عبيط عشان تاكل عليه بكلمتين. انا بعد اطلب ناس انا بعد اطلب ناس صديتي كده ليه؟ اسود. طيب ليه يا احمد كده؟ ليه يا احمد كده؟ توقعتش منه ده، توقعتش منه خالص. انا اول مره اشوفه في حاجه كده. في يا يوسف. باسم سمره اللي هيجيبه؟ انا ما اعرفش ده دم ايه ولا دم مين. انا جيت لقيت صيحه بدمها. يوسف حمدي عادي. انا ما اعرفش. لا 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 لا، شفت حته الويلي دي؟ الويل، ما هو الويل حتة اصلا هو الويل دي. الموسيقى التصويريه. الله الاغنيه حلوه قوي. دي مزيكة الويل عظيمة. مفيش اي اثار طبعا او ضرب على الدماغ. هو انا رجلي بتترعش مش عارف ده من البرد ولا من الخوف والله العظيم. وفي الغالب هو ما قتلش حاله بس. انا مش عارفه اقول ايه. انا مش عارفه اقول ايه. المشهد ده حلو قوي. اتفني اتفني. انا بتعدي اتفرج عليه اول ما اروح البيت. خلصت الحلقه دي بسرعه اتفرج. صدقني دي احلى حاجه اتعملت في الدنيا. 25 اغسطس ها؟ ايه رايكم؟ اعطيله 9.5 من 10. مليون من 10. التريلر معمول كويس قوي. يعني هي اقنعتني ان ده مسلسل فيه اجرام. ده جامد قوي. حاسين احمد فهمي مختلف؟ ده مش احمد فهمي اصلا. احمد فهمي يعني ريح المدام، يعني الحاجات اللذيذه الهزار دي. ده. احمد فهمي يعمل ده كويس جدا جدا. تحفه. كده كده. بجد؟ هو عينيه بجد بتقول ان هو سفاح. هو كده مش شبهه، يعني ده حاجه وده حاجه. ما اقنعنيش بحاجه خالص، يعني ان هو ما اتكلمش ان هو كان بيعمل كده، فده مش شكل مجرم. بجد. ده هيقدم شكل ضحك واحد مش داخل بيحاول- يقتله يعني. يعني هو بيحاول ان هو يتقمص الشخصيه بس هو مش عارف. ممكن تتفرجوا عليه ولا لا؟ كده كده كده. اكيد اتفرج. ليه بقى؟ عشان مزيكة الويل. اولا عشان قصه حقيقيه، وانا بحب الموضوع ده انه يبقى دي قصه حقيقيه ومترجمه لعمل فني. انا ممكن اتفرج انا عليه اصلا بصراحة. مستنيك. انا بحب اتفرج على الحاجات اللي مبنيه على قصص حقيقيه. عندي فضول ان انا اتفرج على كنت لسه هقول كده. وفي باسم سمره. باسم بموت سمرة. فيه. هو ده. جميل. فده بجد طلع ظابط جامد، اول مره يطلع ظابط مبدئيا. حاسه ان هو عشان حصل في مصر فده مخيف اكتر، ان هو ده حد كان في بيئتنا قصة وحوالينا. حقيقية. ايوه بالظبط، فانا لازم اتفرج عليه. يعني في امريكا ايه اللي هيوديني امريكا؟ يعني ما يبقى عندهم سفاحين عادي. عشان احمد فهمي في السيريز بقاله فتره يعني شغال عليه، وشغال كويس من وقت فيلم العارف، وهادي الباجوري وباسم سمره طبعا لازم تتفرج على باسم سمره. وبلاتفورم شاهد طبعا. واحنا ليه ما سمعناش عن موضوع سفاح؟ هو انا ليه اول مره اسمعه بجد جامد. هو ده من سنه كام ده؟ قبل عليه سنه 2020 قريب جدا. اللي جاي معانا واخر مجرم سميحه عبد الحميد. اوبا، ايوه اديني بقى في الجنس الناعم. لقبوها بالمرأة والسطو، وهي أول واحدة تقطع جوزها. جامده ست جامده. ريسبكت. قلت له اقطعك وقطعته بجد. قتلت جوزها، فكرك ليه؟ خانها. ممكن يكون اثر معاها في فلوس. حاسه مثلا ان هو قفل شباك التلاجة مد ايده مثلاً. عليها. الست دي شكلها شخصيه قويه، ما تحبش اللي يكسرها. طيب الست دي خانت جوزها مع صاحبه، وقتلته. شك فيها، اوبا. قتلته، قطعت أجزاء. ليه؟ برضه انا في ادوار معكوسه، في حاجه غلط. كلبه. بص انا دلوقتي هنختار مين اشطر طباخه. ليه؟ تعال نجيبها من السكه دي، ليه بقى؟ لان ما هي قطعت جوزها. انت مقرب قوي. قتلت جوزها، فبالتالي هي كان اليوم ده ما عملتش اكل، فقطعت جوزها وجابت جوزها في شويه. ده جوزها. احنا بنبص ليه؟ انت بتبص ليه بجد؟ انا بقلدك ليه؟ حاسه ان سيدي هتطلع فخمه. حاسه الجريمه الوحيده هنا هو الايلاينر بتاع ايه مبدئيا. بجد دي بجد مجرمه بجد. بي شكلها ست غنيه. كلهم شبه بعض اصلا. اتوقع سي، مش عارف، حاسسها. لا سي. بس ثواني، هي بتقول خانته، فهي ممكن تبقى حلوه عشان كده خانته. مش لازم خاينه. قتلت حد غيره؟ خانت حد غيره؟ تيجي نستبعد البي. ليه؟ دي صورت صوره في استوديو ومعلقاها في اوضتها. هي بقت قاتله. انا اشك في الاي والسي. مع ان ايه دي عينها مسطره ولابسه حلقه. بص سي دي واحده جاده من الدنيا. دي سي دي اصلا هي دوب تغسل السجاجيد. بص دي ما تجيبش ان هي تقتل. ايه برضو يعني عارف اللي هو
برج العقرب. سي. عايزه لا سي. خلي بالك هتبقى ايه بس ماشي. اجابه رقم سي. امجد قال ايه ومجدي قال سي، والاجابه هي سي. برافو يا يمنى، كده فرق 2. محتاجه تراجعي نفسك اكتر. اتس اوكي، هديكي دروس. شكرا مش عايزه. تكون حلقتنا خلصت. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير. ولو على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. واعملوا منشن لاصحابكم اللي انتوا شاكين ان هم سيريال كيلرز. واستنوا حلقه جديده من حلقات 500. باي.